أهلا بالأصدقاء. النهاردة إن شاء الله هنعمل جهاز لمنع حدوث القفلة. أول حاجة هنقطع دي كده بحركة دائرية، وهنثبت فيها الدواية دي وهنشوف مع بعض. بعد ما فتحت فتحة هنا وبيت الدواية دي أصدقاء، هنبدأ بقى نركب الفيشة دي في الكابل ده ونشوف مع بعض. بعد ما ركبت الفيشة أصدقاء في الكابل بالشكل ده، هنبدأ بقى كده في التوصيل. تمام، هنبدأ نوصل طرف من الكابل لطرف من الدواية بالشكل ده كده، بس الأول هنعديه من الفتحة دي. بعد ما عديت الكابل هنبدأ نوصل كده طرف من الكابل مع طرف من الدواية بالشكل ده. كده أنا وصلت. هيتفضل معايا طرف من الدواية وطرف من الكابل. هنشوف دلوقتي هعزل دي ونشوف هنعمل ايه في الطرفين دول. طبعا قلت بدل ما اعزل اوصل في الدواية على طول بالشكل ده. كده انا وصلت. كده اتفضل معايا طرفين، طرف من الدواية وطرف من الكابل. هنعمل فيهم ايه؟ هنحتاج كابل تاني. ده كابل تاني اهو، هنبدأ برضو نعديه من الجنب التاني بالشكل ده. بعد ما عديت الكابل التاني يا اصدقاء، هيروحوا فين الطرفين بتوعه؟ هيروحوا على الطرفين التانيين. طرف على الطرف بتاع الكابل الرئيسي، الطرف التاني هيروح على طرف الدواية. هنبدأ طبعا بدل ما نوصل هنا ونازل، هنبدأ نفك الوصلة دي اهو كده. هنبدأ نوصل، هنبدأ نربط اهو بالشكل ده كده يا اصدقاء. الطرف التاني هنوصله بقى ده كده مع ده. بعد ما وصلت يا اصدقاء وعزلت، هنبدأ بقى نركن ده كده. كده يعتبر احنا خلصنا التوصيل. كده اتفضل معايا كده داخل كابل وخارج كابل. الكابل اللي خارج ده نبدأ نقشره كده بالشكل ده كده يا اصدقاء. ازاي بقى الجهاز ده هيمنع حدوث القفلة في البيت؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. تمام، هنبدأ نجيب مشترك الكهرباء كده يا اصدقاء بالشكل ده. ده مشترك الكهرباء ومنور اهو. دلوقتي يا اصدقاء انا معايا كابل زي ده اهو. تمام، وجيت هنا في الطرفين دول ووصلتهم ببعض. الطرفين بتوعي دول كده وصلتهم ببعض. تمام، وجيت حطيت الفيشة دي في المشترك ده. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل قفل. تمام كده، لان انا كده موصل الارض بالكهرباء. لو حطيت الفيشة في المشترك هيحصل ايه؟ قفلة في البيت. طيب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب الجهاز اللي احنا عملناه. ادي الطرفين بتوعنا اهو. تمام، وهنجيب لمبة. دي لمبة 100 واط. نبدأ نوصلها هنا في الزوايا دي كده اهو. تمام، وادي دي الفيشة بتاعة الدخول. هوصلها في المشترك الكهرباء اهو، لان دي اللي هتوصل او هتغذي الجهاز اللي احنا عملناه. ودول الطرفين الخروج. هنجيب بقى الفيشة اللي احنا كنا بنقول هتعمل معانا قفلة. احنا هنا قافلين الطرفين اهم، وقلنا لو حطينا الفيشة دي في مشترك الكهرباء هتعمل معايا قفلة في البيت. طيب دلوقتي انا بقى لو وصلت على الطرفين بتوعها
هنوصل ازاي؟ هنوصل بالطرفين الخروج بتاع الجهاز اللي احنا عاملينه. هنوصل كده طرف هنا وطرف هنا كده. خلي بالك طبعا من الكهرباء. ايه اللي حصل؟ اللمبة نورت، ده مكان القفل. تمام، يبقى اللمبة نورت. لما اللمبة تنور معايا يبقى كده في قفلة، في تلامس في الأسلاك. ده سلك أو كابل أهو، أنا قافل الأطراف بتاعته، ولو حطيناه في مشترك الكهرباء هيعمل معايا قفلة في البيت. لا، الجهاز ده بقى لما أوصل كده فيه بيخلي اللمبة تنور. اللمبة تنور مكان القفل. يبقى أنا لما اللمبة تنور يبقى كده في قفلة أو في شورت أو في كده تلامس في الأقطاب. تمام. طبعا ده مثال بسيط على الكابل. احنا طبعا ممكن نختبر بيها اي جهاز تاني او اي موتور مروحة او اي كابلات، بس انا بوريكم الفكرة. انا ليه عملتها كده؟ عملتها علشان لما بنقول احنا هنعمل جهاز فحص او لمبة سيريا، الناس ما بتبقاش عارفة معناها، لكن بالطريقة دي كده احنا عرفنا يعني ايه لمبة سيريا او يعني ايه جهاز فحص بهذه الطريقة كده بكل بساطة. لو لمسنا طبعا الطرفين ببعض مش هيحصل حاجة طبعا اهو، كده كأنها القفلة بالظبط اهي، اللمبة بتنور معايا. دي كده كانت بكل بساطة الجهاز اللي احنا عملناه حماية من حدوث القفلة، ان انا اقدر اجرب بيه اي حاجة. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.